اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الأعزاء، اليوم باش نعملوا صدر دجاج محشي بالجبن والمعدنوس. نجمو نعتمدوه طبق هذاك مقبلات، ونجمو زادا نعملوه في العشاء مع سليطة، يجي عشاء خفيف وباهي. يلا نشوف المقادير وطريقة التحضير. باش ناخذوا ما يقارب 700 غرام صدر دجاج. تشرحوا معناها رهيف وتزيد ترقوا بالذيك المطرقة متاع اللحم لين يولي هكا رهيف ومسطح. نفوحوه شوية، كالعادة ملح وتابلو كروية. اللي تحبوا انتم حسيروا فاح متاع الدجاج. انا حطيت تابلو كروية وملح فلفل اكحل وكركم. اللي يحب يحط زاده ثوم ينجم يحط ثوم، اللي يحب يحط مطارد ينجم زاده مطارد. لاني حطيت شويه زعتر شايح مجفف. فلفل اكحل. نجموا تعملوا العمليه هذه قبل بساعه ولا ساعتين، تخليه في الثلاجه من لوطه باش ياخذ مك النكهه هذيك بالكدا، تدخل فيه مليح الفحات. كان مزروبين عادي تنجموا تستعملوها، تفوحوه وتستعملوها على البلاصه. لهنا باش ناخذوا ورق الطهي هذايا بابي كويسون، باش نفرشوا الاسكالوب نتاعنا هكا بجنب بعضه بطريقه يكون معناها بكل فرد ارتفاع، معناها باش نشكلوا به معناها مستطيل. حتى كان عندكم اكثر من زوز ظروف نجموا تحطوهم معناها. المهم ما نخليوش فراغات نردوها قطعه كامله معناها. انا باش نحط كعبات كبار، عجبني النكهه نتاعو. شويه معدنوس، اللي يحب يحط زاد سبناخ ينجم يذبلوا شويه في الزبده ويستقطروا من الماء ويحطوا. اللي يحب يحط شامبينيون فطر ينجم زاد يحط شامبينيون، معناها يقليه شويه في الزيت ولا في الزبده ومع شويه بصل وثوم ويحطوا. لكم الاختيار. باش نحطوا شرائح متاع جبن موتزاريلا عربي. حطوا لهنا الجبن اللي تحبوا عليه. نجموا مين تحطوا جبن رابي راهو. نجموا حتى تحطوا جبن نتاع الطلي هذاك تحطوه هو من الاول، تدهنوا به السكالوب نتاعكم. حسيلوا لكم الاختيار كما تحب. الموجود في الدار نجودوا بالموجود. لأنا باش نزيد الجبن هذايا نتاع الهامبرجر. توا باش نروليو شرائح الدجاج نتاعنا، نعملوهم في شكل رولي. هكا نردوها بودان. انا ما نحبوش معناه يكون البودان نتاعنا خشين برشا، على خاطر بعد نخاف ما يطيبش في الكوشه وكل شيء. بما انه مش طايب حبيته هكاك يكون متوسط باش نتاكد اللي هو طاب بالكدا من داخل. نلفوه مليح بالبابي كويسون باش نطيبوه في البابي كويسون. راهو من الاول معناه نحطوه في البابي كويسون، ما نحطوش في ساشي ولا حاجه ولا في بلاستيك ولا حاجه. حاولوا نضغطوا عليه باش يشد الشكل هذاك. حطوه توا في الفرن، فرن 200 درجه مده نصف ساعه. هنا المفروض نخليه يبرد كومبليتمون ونقصه باش يقعد الجبن محافظ على الشكل نتاعو. لكن انا معناها الحقيقه مزروبه باش نقدمه في العشاء،
دونك قصيته وهو سخون، حسيت الجبن ساح لي شويه لبرا. هاكا نتوما اقراو حسابكم طيبوه من قبل بوقت وخليوه يبرد قبل ما تقصوه. وهكا نكونوا حضرنا الطبق الجانبي هذا. جربوها ما تندموش، سهلة وبنينة وتساعد حتى في الرجيم، معناها تنجموا تعتمدوها كطبق. ما تبخلوش عليا باللايك واشتركوا في القناة، وتوا نقولكم باي باي.